التاريخ ليس سجلاً جامداً لما حدث ولا مرآة صافية للماضي. التاريخ أحياناً هو ما كتب وما أعيد كتابته، وما اختارت القوة أن تبقيه وما اختارت أن تسقطه في صمت. في شمال إفريقيا عبرت جيوش وقامت دولة وانتشر دين وتبدلت لغات ورايات، لكن السؤال الحقيقي لا يبدأ بماذا حدث، بل بكيف روي ما حدث، ومن الذي امتلك القلم ومن الذي لم يمتلك سوى الذاكرة. في المدونات الأولى للتاريخ الإسلامي عند ابن عبد الحكم والطبري ومن سار على منهجهما تبدو الحكاية مستقيمة واضحة: دولة في توسع، جيش في تقدم، راية ترفع باسم العقيدة. في هذه السردية يظهر الأمازيغ قبائل متفرقة سريعة الدخول في الإسلام وسريعة الارتداد عنه، ويفهم كل تمرد على أنه تمرد على الدين، لا على الإدارة ولا على الجباية ولا على التراتيب الاجتماعية. عقبة بن نافع يقدم بوصفه بطلاً فاتحاً ورمزاً للشهادة، والفتح يروى كحتمية تاريخية، كأنه قدر لا يقبل المراجعة ولا يقبل حتى السؤال. غير أن هذه الرواية وإن كانت دقيقة في نقل الأحداث، فإنها كتبت من داخل بنيان الدولة ومن منظور السلطة ومن عين المنتصر. وهنا لا يكون السؤال هل كانت الرواية صادقة، بل هل كانت كاملة؟ من زاوية الأرض تحول المشهد. الأمازيغ لم يكونوا فراغاً حضارياً، ولم يكونوا شعباً بلا نظام ولا بلا ذاكرة ولا بلا سلطة. كانت هناك قبائل، نعم، لكن كانت هناك أيضاً اتحادات ومجالات نفوذ وأنظمة عرفية وشبكات تجارة وزراعة امتدت لقرون. حين رفض بعضهم لم يكن الرفض موجها إلى العقيدة ذاتها، بل إلى ما رافقها أحيانا من جباية ثقيلة وتمييز في المعاملة واستمرار لبنية عرقية في الحكم. السياسة حين ترتدي لباس الدين تصبح أكثر حصانة وأصعب مساءلة، وحين يدونها المؤرخ تتحول بسهولة من نقاش إداري واجتماعي إلى مسألة إيمان وكفر. وهنا يبدأ الالتباس: هل كل صراع دينيا أم سياسيا أم مزيجا معقدا من الاثنين؟ شخصية الكاهنة ليست مجرد اسم في كتاب التاريخ. في الرواية الأموية تظهر ساحرة عرافة، امرأة تقف عائقا أمام مسار الفتح، لكن في الرواية الأمازيغية تتحول إلى رمز مختلف: قائدة، امرأة قرار، وصوت مقاومة سياسية قبل أن تكون دينية. هي لم تحارب نصا مقدسا، بل حاربت فكرة الزوال وفكرة أن تمحى سلطة الأرض باسم سلطة قادمة. وحين سقطت لم تسقط حكاية امرأة، بل انتهت مرحلة سيادة. غير أن التاريخ الرسمي بحكم طبيعته يميل إلى تحويل الشخصيات المعقدة إلى صور مبسطة: بطلة أو عدوة، وهذا التبسيط يفقد الكثير من المعنى. لو كان الأمازيغ ضد الإسلام ذاته، فكيف نفسر ظهور دولة إسلامية قامت بقيادات أمازيغية كالأدارسة، المرابطون، الموحدون، بل وحتى الفاطميون في مرحلة ما؟ هذه الدولة لم تكن خارج الدين، بل خارج النموذج السياسي الواحد. وهنا تتضح مفارقة مهمة: الإسلام انتشر واستقر وتجذر، ليس حين ارتبط بالعرق، بل حين انفصل عنه، وحين تحول من إدارة مركزية إلى إيمان اجتماعي وثقافي تتبناه الشعوب بطريقتها. في كتب الدولة الخوارج يعني فتنة، لكن في بعض المجتمعات الأمازيغية ظهروا كخيار آخر، لأن خطابهم قام على مبدأ بسيط: لا تفاضل بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. كان اختيارا دينيا، نعم، لكنه كان أيضا اختيارا اجتماعيا وسياسيا ضد التراتب وضد الامتياز الموروث. التاريخ ليس كاذبا بالضرورة، لكنه نادرا ما يكون محايد. هو ابن القوة وابن اللحظة وابن من امتلك أدوات التدوين.
الرواية الأموية كتبت تاريخ الدولة، والرواية الأمازيغية بقيت حية في الحكايات وفي الأغاني وفي الذاكرة الشفوية. اليوم لسنا أمام محاكمة للماضي ولا أمام بحث عن مذنب، نحن أمام محاولة توازن، محاولة إنصات مزدوج للنص وللصمت، لأن السؤال الأصدق ليس من انتصر ولا من كان على الحق، بل من سمح له أن يروي ومن لم يمنح سوى أن يتذكر.